تعالى نتكلم الأول عن التشريح بتاع الاي بي. احنا الاي بي عندنا هو عادة بيتكتب بالمنظر ده، بعدين في سلاش ورقم هنا. الرقم ده بيتراوح من 1 لحد 32. تمام، طبعا مفيش حد بيستعمل 1 يعني، بس كمثال. ماشي، الرقم ده هو بيحدد الجزء بتاع النتورك والجزء بتاع الهوستس، وبناء عليه بيحدد لك انت تقدر تستعمل كام اي بي من خلال السبنت ماسك ده. طيب، فاحنا دلوقتي عندنا الصورة الباينري للاي بي ده هتكون اوكتت، اللي هو التمن باينريز دول، باينري نمبرز دول. طبعا احنا عارفين ان الباينري هو بيكون عبارة عن اصفار ووحيد، صفر وواحد، يا كهرباء يا مش كهرباء، يعني يا في نور يا مفيش. ف الآلة عموما احنا عارفين الكلام ده، بس بحب أكد عليه. الآلة عموما هي بتفهم الصفر والواحد، صح؟ علشان بقى احنا نفهم بنترجم الصفر والواحد ده لأرقام مفهومة. تمام، يعني احنا 10 اللي مكتوبة تحت هي مش 10، هو 4 صفار، 1 0 1 0. بيعبر عن ايه؟ بيعبر بالديسيمال، يعني الأرقام اللي احنا بنستعملها اسمها ديسيمال، والأرقام التانية دي باينري. فهو بيعبر بالباينري عن 10، يعني تمام. فاحنا دلوقتي عندنا اوكتت، 4 اوكتت عشان يعبر عن الاي بي. كويس، ف الاي بي عندنا دلوقتي هو 10 0 0 0. تمام، بيجي بقى بعدين السبنت ماسك، هنستعمل السبنت ماسك 24 او بيتكتب بالمنظر ده كده. تمام، حتى في اجهزه مثلا سويتشات قديمه هي ما كانتش تفهم الرقم ده، هي كان لازم عشان تدخل عليها اي بي وتكتب السبنت ماسك بالمنظر ده. كويس، طيب ده معناه ايه بقى؟ معناه ان احنا عندنا 8 وحايد هنا، وده السبب ان احنا اخترنا مثلا 8 من شوية، واخترنا 16، بعدين دي ال 24. كويس، احنا تمام، حلو. ف وفي بقى ال 32 ان انت بتخلي كلهم 255، وده بيدي لك اي بي واحد. يعني انت بتقول انا عايز بس الاي بي ده، مش حاجة تانية. كويس، طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ اللي بيحصل هنا ان هو عشان يطلع النتورك، ما هو عايز يفهم. هو دلوقتي انت ممكن في اي بيز كتيرة قوي، ماشي؟ فعندك مثلا العشرة، لو فاكرين شوية قلنا ان العشرة 0 1 0 ده بيعبر عن الفي ام، والعشرة 0 2 0 على 24 ده بيعبر عن الداتابيز. تمام، فانت دلوقتي الداتابيز هتفهم فين الجيت واي بتاعتها، وهتفهم فين الرينج اللي هي المفروض تتعامل معاه. لو انت خليت دي مثلا 21، فهو الاتنين دي هتبقى من 1 لحد 7، صح؟ فانت هنا بتلعب في رينج مختلف من الاي بيز، مظبوط؟ ففي الحالة دي لازم السبنت ماسك، لازم الاي بي، ولازم السبنت ماسك، ولازم الجيت واي. بس خلينا نتكلم عن سبنت ماسك والاي بي دلوقتي. فالاي بي دلوقتي هو بيحاول الجهاز اقصد، اللي هو الفي ام، بتحاول تفهم هو انا الرينج بتاعي ايه، انا بتعامل مع مين تاني، جيراني مين. تمام، بتحاول تعرف جيرانها. فهي بتعرفه بالطريقه دي، ان انت بتدي لها الاي بي، فهي بتترجمه لباينر نمبر، وبعدين بتدي لها كمان السبنت ماسك، فهو بتترجمه برضو الباينري نمبر، وبعد كده بتعمل اندنج. لو عملنا دول اند فهم يطلعوا 0 في الاخر. تمام، لكن لو عملنا اور لنفس دول هيطلعوا 1. ليه؟ لان الاور بتبص لو في على الاقل واحد بس حطهولي، ماشي؟ اما الاند هي بتدور لازم يكون الطرفين 1، لو في واحد منهم 0 هتنزل 0. كويس، طيب هو لما احنا بنعمل اند ايه اللي هيحصل؟ احنا عملنا اند دلوقتي، هتلاقي ان الجزء بتاع الوحايد ده
هيطلع لي النتورك. ليه؟ لان هنا اي حاجة كانت مكتوبة في الجزء الاصفار الاخير ده لو فيها وحايد هي لما نعمل اند هتنزل صفر. تمام. فهو هنا طلع لي النتورك اي دي. مظبوط. النتورك اي دي هنا عامل ازاي بقى؟ اللي هو بيعرفني الشبكة بتاعتي مين الجزء الثابت اللي هو موجود في كل جيراني، الجزء اللي موجود في كل الجيران بتوعي. فهو هتلاقيه النتورك، فهتلاقي النتورك اي دي هنا هيكون 10 0 0. ده جزء النتورك ثابت، وجزء الصفر هو هيتحط دايما صفر علشان خاطر ده اصلا هينزله صفار. مظبوط. حلو. فهو دلوقتي النتورك اي دي بتاعي هيبقى ده. تمام. انا دلوقتي عرفت ان الجزء ده هو النتورك بتاعي، جزء النتورك، وده اللي نقدر نغيره عشان يبقى جزء الهوست. فانا دلوقتي ممكن كفي ام يبقى مثلا هنا بدل الصفر ده يكون في 100، بعدين جارتي ممكن يكون عندها 101 بعد، وهكذا. صح. حلو. ف هنا السبنت ماسك هو عرفني انا بتعامل في الرينج ده مع مين الرينج اللي انا بتعامل معاه. تمام. بعدين بيكون عندي ان انا اعرف بقى انا الشبكة بتاعتي ايه. صح. وهنا او يعني انا مين، انا الاي بي بتاعي ايه. وهنا انا بغير من عملية الاندنج لعملية الاور مع الجزء الاخير. انا عرفت ان الجزء الاخير هو اللي بيتغير، فهاخد جزء الاصفار ده واعمل له اورنج مع الاوكتت اللي هو المناسب ليه. يعني احنا دلوقتي بنتعامل مع 24، معناها ان اخر اوكتت كله صفار. صح. فاخر جزء كله صفار ده هيتعمل له اورنج مع الجزء المقابل ليه. خلينا دلوقتي بقى احنا بنتعامل مع ال 24. صح. فهيبقى الجزء ده هو اللي بيتعامل مع الاورنج علشان خاطر يعرف هو الشبكه بتاعتي عامله ازاي. لان انت مش بتديله الاي بي بالمنظر ده، انت بتديله الاي بي هتكون بدل الصفر دي 100 مثلا. صح. فهنا هيدي لك هيعمل لك الاي بي، هيكتب لك الاي بي بالمنظر ده. خليها 10 علشان خاطر ال10 احنا عارفين قيمتها بالباينري دلوقتي، فهنخلي ان دي اداني 10. تمام. خليناها 10. صح. هنا كده. وبعدين عمل اندنج مع السبنت فطلع له النتورك اي دي. بعد كده احنا هنا دي هتكون كده عشان خاطر هي 10 0 0 10. فلما هو عمل اندنج طلعت له النتورك اي دي. بعد كده بيعمل اورنج الجزء الاخير ده، فيقول له انا طلع الاي بي بتاعي 10 0 0 10، وبتعامل مع السبنت 24 اللي هو انا خدته بقى، عملت عملية الاند والاور والحاجات دي عشان في الاخر كماشين اعرف ايه الاي بي بتاعي وايه النتورك بتاعتي. وبالتالي انا هترجم بقى بشكل اوتوماتيك ان انا لما احول الجزء الاخير ده كله الوحيد من الاي بي بتاعي، فهيبقى عندي جزء النتورك اي تي مع الوحيد الكتير دي. فده كده البرودكاست اي بي بتاعي. فانا لو عايز ابعت حاجة للناس كلها فانا هبعتها على الاي بي ده. تمام. بعدين عندي الجيت واي انا اللي بدخلها بقى، او لو في دي اتش سي بي هو بيبعتها له، بيقول له الجيت واي بتاعتك دي. علشان ليه الجيت واي بقى؟ عشان خاطر هنعرف في الراوتنج ان الجيت واي هي مهمة جدا عشان خاطر تبدأ ان انت تتعامل مع باقي الناس. انا كفي ام مش هعرف ان انا لو قلت لي اي بي تاني بره الاي بي بتاعي، يعني لو قلت لي 192 مثلا انا مش هعرف هو فين. طب امال مين اللي بيعرف؟ الجيت واي. الجيت واي هي اللي بتفهم انها تترجم من اي بي لاي بي. ماشي. لانه بيكون متسجل عندها زي جدول كده بيقول له انت لما عايز الاي بي ده بتروح المكان الفلاني، وانت لما عايز الاي بي ده بتروح المكان الفلاني، كانها بيوت في منطقه. ماشي. فانت جوه البيت بتاعك انت بس عارف الجيران اللي معاك في نفس العماره. عايز تروح عماره تانية ففي شخص هو هيوصلك لهناك اللي هو مين؟ بتبقى الجيت واي. زي ما عرفنا في البلاي بيزكس اللي هي بتكون المودم
وبعدين بقى في اوقات بتبقى الراوتر، في اوقات بيبقى فايروول ذكي شوية، بعدين بيبقى في سويتش لاير 3 سويتش ممكن يساعدك. فده بالنسبة للشبكة العادية. في الكلاود انت مش بتشغل بالك بأي حاجة، هو حتى الجيت واي والحاجات دي كلها بيحصل لها كرييشن لوحدها، بتشتغل دي اتش سي بي اغلب الوقت. عايز تعمل حاجة مانوال او ان هو تثبت اي بي في مكان بتثبته، وهو تقريبا يعني ما غصتش كتير في المنطقة دي، بس هو غالبا بيثبته عن طريق دي اتش سي بي برضه. يعني دي ممكن نبقى نتكلم عنها بعدين، بس دلوقتي هقول هنت سريع عنها. انت لما عايز تثبت حاجه عن طريق دي اتش سي بي، ممكن لو دخلت على المودم عندك تلاقيها مثلا في البيت، ان هو بياخد الماك بتاع الجهاز بعد ما يديله بالدي اتش سي بي، بياخد الماك بتاعه ويثبت الماك ادرس مع الاي بي، بحيث ان كل مره الماك ادرس ده يجيلي فهو هياخد نفس الاي بي، وهو دي اتش سي بي عادي. تمام. طيب احنا النهارده اتعرفنا على السبنتنج، هناخد مثال تاني سريع ونبدأ نفهم السبنت بيتعمل ازاي. فهنخش في البروسيس مع بعض. انا اديت الاي بي ده لفي ام عندي، كويس. فالفي ام هتفهم ازاي، هتعمل الاتي، هتقول 55 255 صفر صفر، كويس، وهتبدأ تكتب الاي بي بتاعها. بعدين هنعمل السبنت ماسك. طيب احنا دلوقتي بقى هنبدأ نعمل الاندنج عشان نطلع النتورك اي دي، ونعمل الاورنج عشان نطلع الاي بي. تمام. احنا عارفين الاي بي فوق مظبوط. انا بتكلم كفي ام او كماكينه او ماشين او سويتش، هو بيعمل ايه عشان يفهم. تمام. طيب لما هنعمل اندنج في منطقه زي دي، فهو هيطلع لنا لحد الجزء بتاع الوحايد ده كده هو نفس الحاجه، صح؟ فيطلع في الاخر 10 صفر. بعدين قلنا ان اي صفر موجود فهو هينزل مكانه صفار. طب ما في 100 هنا، هي هتنزل برضو صفار، لان احنا بنعمل اند. والاند مثلا الجزء بتاع الاند هنا ان الواحد ده قصاده الصفر ده، الواحد ده قصاده الصفر ده، ففي الحالة دي هو هينزل صفر برضو. تمام. فهو خلاص يبقى هنا احنا فهمنا ان هو صفر. ده النتورك اي دي. الجزء ده هو بتاع النتورك، والجزء ده بتاع الهوست، لان انا فهمته من ده عشان احنا عندنا على 16. كويس. طيب ال الفي ام اي بي بتاعي هيكون ايه؟ هنزل الجزء بتاع النتورك اللي انا لسه مكتشفه من شويه، وبعدين نعمل مع الاصفار دي اورنج. فاي واحد هو هينزل واحد، وصفرين مع بعض هينزلوا صفر. انا دلوقتي الجزء اللي هو الاوكتت التالت هو صفار، فينزل صفار. بعدين الاوكتت اللي بعده 100 مع صفار، فهتنزل برضو 100. تمام. لو انت مش فاهمها قوي تعالى هنا نعملها بسرعة. اورنج صفر مع صفر هينزل صفر، بعدين صفر مع واحد واحد، صفر مع واحد واحد، صفر مع صفر صفر، بعدين صفر مع صفر صفر، صفر مع واحد واحد، صفرين كتبناهم. بعدين بنحول دي من باينري لديسيمال. فهنا الماكينة عرفت انه الجيران بتوعها اي حد بيبدأ بعشرة وصفر وأي رقم. تمام. هو ده 16 السبنت ماسك 16، هو بيديلك الرينج ده من الاي بيز كبير. بعدين هي عرفت هي مين، موقعها ايه في الدور الكام. 10 صفر صفر 100. ماشي. الجزء بتاع الهوسز اللي يقدر يتغير احنا عرفناه من السبنت ماسك. تمام. طيب احنا النهارده هنكتفي بهذا القدر، وهنبدأ هديلك واجب يعني تقدر بقى تجاوب في الكومنتات، تبعت على جروب الفيسبوك حلتها ازاي. ماشي. والمرة الجاية نبص مع بعض احنا ممكن نحلهم ازاي. كويس. ايه المطلوب في الواجب ده بقى؟ المطلوب ان انت هتطلع النتورك اي دي، هتطلع البرودكاست اي بي، وهتطلع الرينج. يعني هتقول ان هو هيبدأ من الاي بي ده، يعني السبنت ماسك ده سمح لنا ان احنا نبدأ من الاي بي ده وننتهي بالاي بي ده. تمام.
ده معناه ان هو انا عندي هنا في الشبكة دي، لو احنا كمثال صغير سريعا، لو احنا عندنا 10 0 0 100 على 24، فانت عندك النتورك اي دي بيكون 0، فاحنا هنا هنبدأ من 1 وبننتهي عند، احنا قلنا ان البرودكاست 255، فهننتهي هنا على عند 254. مظبوط. احنا كده خلصنا، اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. مع السلامة.